مساء الخير ويا رب الأسطورة بتاعت النهاردة تعجبكم، ولو عجبتكم ما تنسوش تحطوا لايك واشتركوا في القناة ويلا بينا نبدأ. هتكلم معاكم النهاردة عن زيوس وهيرا، وخلونا نبدأ بزيوس. زيوس زي ما احنا عارفين هو كبير الآلهة، والشعار بتاعه الشوكة الثلاثية أو الصاعقة، وهو إله الصواعق والرعد، ومعنى اسمه السماء. ودي كانت شوية معلومات بسيطة كده عن زيوس. بس النهاردة هنتكلم عن حتة معينة في حياته. زيوس كان دون جوان، وكانت عينيه زايغة حبتين مع إنه كان متجوز، بس كان بيعمل أي حاجة تخطر على بالك عشان يوصل لقلب البنت اللي عجبته. ومن ضمن القصص دي قصة ليدا. ليدا كانت بنت جميلة، وكانت بنت حاكم من حكام الإمبراطورية في منطقة اسمها إيطاليا. زيوس قرر يحول نفسه لبجعة، وقال إيه في نسر بيطارده وهو خايف وبيهرب، ووقع في حضن ليدا عشان تحميه. والحيلة جابت نتيجة. ما كانش برضه زيوس سهل، وشرارة الحب بدأت ما بينهم بعد ما ظهر لها بهيئته كزيوس. وقصة تانية بتقول إن كان في بنت اسمها ثاليا، وثاليا دي إلهة الحسن، وكانت بنت هيفايستوس اللي هو أصلا ابن زيوس. يعني الباشا كان بيحب بنت ابنه، حاجة في منتهى القرف، وكمان خلف منها توأم. أنا مش عارف إزاي أبوها كان ساكت عن المهزلة دي. بس من أشهر القصص بتاعته قصة أوروبا. أوروبا دي كانت بنت من فينيقيا، أبوها كان عنده مزرعة مواشي. فزيوس قالك بس أنا هعمل نفسي طور لوني أبيض وشكلي جميل شوية وأدخل وسط القطيع عشان ألفت نظر أوروبا. وفي مصادر تانية بتقول إنه تحول لحصان ودخل فعلا وسط القطيع، وأوروبا شافته ففعلا عجبها، وفضلت تحسس على ظهره وعلى شعره وقررت تركب عليه. زيوس انتهز الفرصة وخدها جري لحد ما وصل للبحر، وعام بيها لحد جزيرة كريت. وهناك ظهر لها بهيئته كزيوس، وقال لها من الآخر كده أنا بحبك وانتي عجباني، انتي ايه رأيك؟ طبعا هي ما ترددتش، فرصة زي دي ما تتعوضش، ده زيوس برضه كبير الآلهة. فوافقت، وبعد كده عينها حاكمة على جزيرة كريت، ودي كانت أول حاكمة للجزيرة. بس علاقات زيوس وقصصه ما وقفتش لحد كده، الموضوع كان أكبر من كده شوية. كان في شاب اسمه جنيد. جنيد ده كان شاب ريفي وبيرعى المواشي، بس كان حلو حبتين. فزيوس شافه في مرة فعجبه، فقرر يتحول لنسر ويروح يخطف جنيد وياخده معاه على جبل أولمبس. وهناك اداله الحياة الأبدية أو الخلود، وعينه حامل للكأس. يعني إيه؟ يعني بيقدم المشروبات والخمور في الاحتفالات للآلهة. يعني أستاذ جنيد الصبح كان بيقدم خمرة، وبالليل بيكون مع زيوس. ودي كل القصص اللي ظهرت في الأساطير أو على اللوحات الفنية أو في التماثيل. وتعالوا نتكلم دلوقتي عن هيرا. هيرا دي زوجة زيوس الشرعية وفي نفس الوقت أخته، يعني حتى يا زيوس فعلاقتك الشرعية برضو علاقة مقرفة. بس هيرا ما كانتش مبسوطة بالجوازة دي قوي، وأعتقد كلنا عارفين السبب. يعني هيرا كانت بتغير جدا على زيوس، وكانت بتغير أكتر من عياله اللي جم من العلاقات المحرمة اللي احنا قلنا عليها. فكانت دايما بتدبر لهم مكايد، ومن أشهر المكايد دي كانت مع هرقل أو هرقليس، بس دي هنتكلم عنها بالتفصيل في فيديو تاني. هيرا كانت إلهة الولادة، علشان يعني كانت بتهتم بالأم والمولود لحد ما عملية الولادة دي كلها تتم ويقوموا هما الاتنين سلام. هيرا ما كانش ليها رمز معين، فكان في أغلب الصور أو التماثيل بتظهر يا إما شايلة صولجان، أو قاعدة على عرش جنب زيوس، أو لابسة تاج. وفي بعض التماثيل كانت ظاهرة فيها بحاجة شبه الحجاب، دليل يعني على الوقار والتدين. طبعا التدين واضح، متجوزة أخوها. بس في مصادر بتقول إن كان ليها رمز اللي هو الطاووس، وده كان بسبب إن في عملاق ليه 100 عين كان بيجري وراها وعايز يقتلها، بس هي اللي خلصت عليه وخدت عينيه دي كلها ورمتها على ريش الطاووس. وطبعا كلنا عارفين الطاووس بيبقى على الريش بتاعه حاجة فعلا شبه العين وملونة كده. هيرا جه اسمها من كلمة هيفر،
وهيفر ديت اللي هي البقرة الصغيرة. وده كان ليه؟ علشان هيرا عينيها كانت حلوة، زي ما بنقول كده يعني عيونها عيون بقر. ودي كانت قصة زيوس وهيرا، وكان ليهم أبناء هما الاتنين من بعض يعني بره العلاقات المحرمة دي. كان اسمه هيفايستوس وإليثيا وهيبي وإرس. يا رب الأسطورة النهاردة تعجبكم، ولو عجبتكم يا ريت ما تنسوش تقوليلي في كومنت.